أحمد إسماعيل المتحدث الرسمي باسم حركة 6 أبريل، أهلا بك. أبدأ معك. حركة 6 أبريل كانت من أبرز الداعين ربما اليوم للتجمع في ميدان العباسية تحت شعار الزحف نحو وزارة الدفاع. ما هو هدفكم؟ أولا حركة 6 أبريل انسحبت بشكل تام، وبتدعو كل أعضائها الموجودين بالانسحاب، لأن ما يحدث الآن أمام وزارة الدفاع من مجازر دموية يتبناها المجلس العسكري لا تمثل لا من قريب ولا من بعيد مطالب الشعب. احنا انسحبنا خلاص من قدام نعم، مبنى الوزارة. لكن ما كان الهدف أصلا من هذه التظاهرة أمام وزارة الدفاع؟ والمجلس العسكري كان قد حذر بالأمس من عدم المس بالأمن في محيط وزارة الدفاع، وحذر من الاقتراب من محيط وزارة الدفاع، وإلا فإنه سيرد بالقوة دفاعا عن الوزارة. احنا من أول ما الأحداث تفجرت في فجر يوم السبت 6 أبريل بتكون متواجدة يعني للتهدئة بين الطرفين وحماية الاعتصام السلمي ودعم المطالب اللي هي طبعا إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري. طبعا كل المرشحين اللي محسوبين على الفلول، أحمد شفيق، عمرو موسى، طبعا احنا رافضين الشخصيتين دول لأنه كانوا محسوبين على نظام. طب لماذا ميدان العباسية؟ لماذا ليس ميدان التحرير أو أي ساحة أخرى؟ هم المجموعة اللي خرجت في الأول طبعا كانت محسوبة على شخص معين، بعد كده اندمت لقوى ثورية كتيرة زائد مستقلين. سقف المطالب علا بقى سقف المطالب الثورية اللي بتدعمها كل الحركات الثورية الموجودة. بقت المطالب اللي قدام وزارة الدفاع مطالب ثورية مشروعة. نعم، ولكن لماذا وزارة الدفاع بالتحديد؟ يعني لا أسأل عن المطالب، ولماذا اختيار مبنى وزارة الدفاع ونحن نعلم حساسية تحديد المكان ما بيبقاش دايما، بيبقى لما بيخرج أي اعتصام سلمي طبعا الرموز أو النخبة بتبعد تماما، وبين النهارده قوي. هدي مثال بس على النهارده، رئيس البرلمان والوفد بتاعه موجودين في السعودية، بيعتذروا للسعودية، مش عارف يعني حاجة تقل من كرامة المصري خصوصا قضية الجزاوي. عمرو موسى موجود في نيويورك، المرسي شغال في الحملة الانتخابية بتاعته. رموز البلد أصلا مش متضامنين مع الشباب اللي يعني خيرة شباب مصر. طبعا أطباء وطلبة محترمين هم اللي بيسقطوا، والنخبة اللي محسوبة أصلا على الثورة بتستنى لما يكون يعني بنرجع لسيناريو 25 يناير بعد ما الأحداث تهدأ خالص ييجوا يركبوا هم بقى ويتكلموا. لكن الثوره ديت ان شاء الله تكون مكمله ومستمره باذن الله. وطبعا السقف المطالب لما بيعلى من عدم الاهتمام بالعناصر او القوى الموجوده، وان هم يتكلموا معاهم ويشوفوا مطالبهم ايه. نعم. دايما. طيب، انسحبتم الان من كما تقول من محيط مبنى وزاره الدفاع او من ميدان العباسيه للاصح، ما الذي ستفعلونه الان؟ واحنا 6 ابريل بتحذر من تاجيل انتخابات الرئاسه، وبتحذر من عدم تسليم السلطة. وطبعا التحذير ده يعني هيكون رد فعل أعلى طبعا بالطرق السلمية. الرد الفعل بتاعنا إن شاء الله هيكون أعلى وأعنف بالطرق السلمية. احنا دايما داعمين التغيير، أسمى معاني التغيير. حركة 6 أبريل تبنت دعوة للثورة من 2008 في أحداث المحلة، ومكملين وعايزين شكل مصر الديمقراطي اللي احنا بنحلم به، اللي هو فيه فصل بين السلطات، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية اللي هي استقلال القضاء. وهنمشي المشروع اللي احنا بنحلم بيه في شكل الدولة المصرية بالطرق السلمية. طيب، من تبقى الآن في ميدان العباسية؟ أعتقد في قوى طبعا مستقلة، وما عنديش خلفية بالأسماء، بس في قوى كتير ما بتنتميش لأي حركات أو قوى حزبية. طبعا في كان مش عايز أقول أسماء عشان خاطر أنا يعني ما اتهمش حد بحاجه، ما عنديش خلفيه. انا بتكلم عن 6 ابريل وعارف كل لان عندي اتصال مباشر مع قيادات الحركه في مصر. نعم. وزاره الصحه المصريه على كل حال تتحدث الان عن، انا عايز اوجه رساله للشعب المصري بكافه طوائفه. عايز اوجه لهم رساله ان الوضع عدم الاستقرار ده هيطول الفتره الجايه، ولازما الشعب كله يتكاتف مع الشباب. 60% من الشعب المصري شباب. طبعا القوى الجديدة اللي هي بتدعم الثورة، القوى الشبابية
ضد القوى القديمة. فأتمنى من الشعب المصري يتكاتف مع الشباب، ووضع عدم الاستقرار ده يعني ما فيش، حتى لو أي مرشح رئاسة وعد بأن فيها يجي استقرار خلال 100 يوم أو خلال 4 سنين أو 3 سنين، جاي يبقى كذاب بيكذب على الشعب المصري. دي فترة ثورة، ودي طبعا في تاريخ الثورات كلها متوقع الأحداث عدم الاستقرار دي. فأنا بتمنى من الشعب المصري أن هو يتكاتف مع القوى الثورية اللي عملت الثورة بجد، وطبعا يتكاتفوا عشان خاطر يحققوا اهداف الثوره، ونبني بلدنا واحده واحده. عايزين نبني. احنا بنبني. ثانيه واحده بس عشان اقول كلمه. احنا ما بننضفش، احنا بنبني. الرساله دي للشعب المصري، احنا ما بننضفش، احنا بنبني. فعايزين نبني البلد من جديد. البناء هيجي بعد هدم النظام القديم. شكرا أحمد إسماعيل، المتحدث الرسمي باسم حركة 6 أبريل في باريس.